تخزين اللوبيا الخضراء. اللوبيا الخضراء بدأت تظهر كده في السوق. هاتي اللوبيا الخضراء اللي زي دي كده بالشكل ده لو انت بتحبيها. في ناس كتير بتحبها وبتعشقها، مبتبقاش موجودة طول السنة، لها مواسم او بتبقى موجودة فيها زي الصيف كده بس. اهو هاتي اللوبيا اللي ناضجة زي دي كده، بيقولوا عليها مخضبة، يعني تكون الحبة اللي جوه تنفع تتفصص وتظهر معاك وتبقى حلوة. اهو نجيب اللوبيا كده بالشكل ده اهو، بتبقى حلوة جدا في الاكل. ناخدها كده ونفصصها بالشكل ده، بتفرح معاك بسرعة لانها انت مقياها كويس وعارفة ان هي كويسة معاك. هاخدها كده كلها وافصصها بالشكل ده اهو. بتفصص بسرعة لان هي زي ما قلتلك الفص بتاعها كبير اهو بالشكل ده كده. الحبات اللي جواها كبيرة بتبقى سهلة في التفصيل. كده افصصها كلها كده بالشكل ده، وهروح بقى على النار اجيب ماء مغلية وهنزلها فيها بالشكل ده. هتبدأ تغلي معايا، هنسويها خالص. لازم لما تيجي تخزنها في الفريزر تكون انت سلقاها كويس، علشان هي بتبقى تشد معاكي بعد كده في التسوية. بعد ما استوت معايا بالشكل ده خدتها وصفيتها وبردتها عشان تفضل لونها حلو، وغسلتها بمية باردة اهو. وهاخدها بقى واعبيها في اكياس، وبالشكل ده تفضل معاك طول السنة موجودة عندك اللي بيحب اللوبيا الخضراء. اتمنى الطريقة تكون عجبتك. مع السلامة.